الدوري المصري جلب على فيلم رعب. هو حقيقي بتسمع الدوري المصري الفرق بتسيب كل النتائج وبتسيب كل المباراه وبتروح للآلة الحاسبه بعد كل ماتش تحسب سيناريوهات، مين يفوز مين يتعادل مين يكون اول الدوري مين تاني مين تالت. بعد النتائج اللي عملها النادي الاهلي في الفتره الاخيره اخر مباراتين ليه، سواء قدام الزمالك بفوزه 3-0 والنهارده قدام انبي بفوزه 3-0، النادي الاهلي يحتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 50 نقطه. فاضل له مباراه واحده، المباراه امام نادي المصري. في المركز الثاني وقع في فخ التعادل النهارده بيراميدز قدام سيراميكا كليوباترا، عشان يكون رصيد بيراميدز 51 نقطه وما عندوش امل الا المباراه اللي جايه. نادي الزمالك قدامك كل الحظوظ مفتوحه، 53 نقطه بعد فوز غالي النهارده على سموحه 1-0. يبقى ترتيب الجدول الدوري المصري زي ما هعرضه قدام حضرتك دلوقتي. الزمالك في المركز الاول برصيد 53 نقطه بعد فوز النهارده على سموحه 1-0. بيراميدز النهارده بعد التعادل امام سيراميكا كليوباترا يكون عنده 51 نقطه. الاهلي عنده 50 نقطه بعد فوز النهارده على انبي 3-0. كل واحد قدامه مباراه مهمه جدا جدا. في المركز الرابع سيراميكا كليوباترا 44 نقطه، في المركز الخامس المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطه. الوقت اللي جاي هو وقت مفيش بديل للهزيمه، يعني سواء بيراميدز او الزمالك او الاهلي مفيش هزيمه. لو الزمالك اتعطل الماتش اللي جاي قدام نادي سيراميكا كليوباترا، النادي الاهلي هيتألق ان شاء الله في مباراته امام المصري وهيكون عنده 53 نقطه متساوي مع بيراميدز متساوي مع الزمالك في النقاط، وبكده يصبح رصيد نادي الزمالك والاهلي 53 نقطه. نروح للمواجهات المباشره، الاهلي يكون بطل الدوري وش، يعني احنا محتاجين الزمالك يتعرقل المباراه اللي جايه والاهلي يفوز المباراه اللي جايه. طيب في حين بقى حصل عكس ذلك، في حين ان بيراميدز فاز المباراه والاهلي فاز والزمالك اتغلب، يكون رصيد بيراميدز 54 نقطه والزمالك 53 نقطه. ولو الزمالك اتعادل وبيراميدز فاز هيكون 54-54، وبالتالي يلجأ له المواجهات المباشره والنادي الاهلي هيكون رقم 3 في الدوري. اتمنى من النادي الاهلي يفوق زي ما حصل اخر مباراتين ليك. انت عملت ابداع تاريخي، يعني بصراحه النادي الاهلي عملت ابداع. عندك مباراه الزمالك 3-0 انبي 3-0، انت حقيقي قدرت تنتفض، قدرت تخلي جمهورك يثق فيك مره ثانيه. بس انا على ما اعتقد ان كانت لعيبه النادي الاهلي عامله وضع الطيران، لعيبه فاقده الاحساس بالملعب، فاقده الاحساس بالكوره، كل دماغها نازله تحس ان ايه يعني مش متغدين كويس. لكن المباراه الاخيره امام الزمالك او قدام بيراميدز، يعني الحمد لله قدام بيراميدز قدرنا ايه يعني نطلع ب 3-0، لكن طلعنا الزمالك ب 3-0 وطلعنا انبي ب 3-0، والمصري ان شاء الله تكون نتيجه اكبر. فمحتاج الوقت اللي جاي انكم تدعموا النادي الاهلي وتقفوا في ظهره. النادي الاهلي اخر مباراتين ليه هو لو كان بس فاز مباراه بيراميدز كان هيبقى فارق عن الثلاث فرق، وان شاء الله وباذن الله الدوري للنادي الاهلي. ومباراه سيراميكا امام الزمالك مش سهله خالص، سيراميكا ند قوي. ومباراه سموحه امام بيراميدز دلوقتي مش في احسن حالاته، اخر كام ماتش تقدروا تقولوا ايه يعني العمليه هتسكت فيه. فان شاء الله سيراميكا تفوز بكره في المباراه اللي جايه على الزمالك، وبيراميدز ان شاء الله يعني يتغلب. مش عايزين بيراميدز لا يتعادل ويحصل له حتى لو تعادل مش هتفرق معانا، بس مش عايزين يفوزوا وخلاص. فمباراه بيراميدز امام سموحه برضه تكون مباراه قويه. اتمنى من جمهور النادي الاهلي اقفوا في ظهر الاهلي لاخر لحظه. وشكرا جدا لجيس تورب على اخر كام مباراه بعد ما ضيعت لنا بطوله الدوري على فكره. لكن انا بس في حاجه كده سمعتها ان حسام البدري هيكون هو مدرب للنادي الاهلي، انا برفض وبشده، لان انتوا عارفين اللي حصل حسام البدري مع الكابتن الخلوق عماد متعب، وازاي ركنوا على دكه البدلاء لحد ما قضى عليه تماما. يعني حاجه ما كانتش ولا بد. وما ننساش الموقف الشهير بين متعب وبين عم حارس لما قال له قوم سخن، وكان حسام حسن واقف وما راحلوش بنفسه يقول له كده، فده خلى متعب ساب الملعب ومشى. اتمنى ان ما نشوفش حسام البدري مره ثانيه في النادي الاهلي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.